تارت البلح بالحليب المكثف. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم وصفه يمكن ناس كتير عارفاها وناس لسه عايزه تتعرف عليها. عندنا نوعين من الحليب المكثف. الحليب المكثف السريع بتاع العصاير مش محتاج مننا حاجه غير ان احنا في الخلاط نحط لبن بودره ومعاه ميه سخنه وشويه سكر، بس ده مش محتاجين فيه ولا زبده ولا اي مكونات، لان طبعا احنا عارفين العصاير تبقى حاجه خفيفه زي الليمون او اي عصاير انا هعملها لكم بعد كده وندخل فيها الحليب المكثف. الحليب المكثف بتاعنا بقى الاصلي اللي احنا بنحتاجه في الوصفات بتاعتنا، وصفات الحلويات هوريهولكم برده المكونات بتاعته سهله، بدل ما احنا بننزل ونروح نشتريه باسعار غاليه ويبقى تحت ايدينا في البيت لو احنا محتاجين نعمل حاجه ومش لاقيين حليب مكثف. دي حوالي كوبايه من السكر وحوالي كوبايه من اللبن البودر وقطعه من الزبده، ده لو احنا حابين نحط، مش حابين مش هيفرق معانا حاجه في الحليب كتير، وميه دافيه حوالي نص كوبايه. نضرب كل المكونات دي وهيبقى معانا احلى حليب مكثف في البيت نعمل بيه الحلويات اللي احنا عايزينها. كده الحليب المكثف بتاعي بقى جاهز. هنحط له بس قطعه من الزبده، قطعه الزبده دي بدرجه حراره الغرفه. كده عملنا احلى حليب مكثف في البيت بسرعه جدا ومكلفناش اي حاجه، والكميه اللي احنا عايزينها ويفضل معانا وندخله في معظم الوصفات بتاعتنا. احنا هنعمل وصفه التارت بالبلح، بسكوت مطحون، زبده سايحه، بلح وعين جمل وقرفه. معانا بسكوت مطحون وهنحط رشه من القرفه اختياري، برضو اللي مش بيحب القرفه بلاش يحط. هنبتدي بقى نحط الزبده بتاعتنا على البسكوت. البسكوت بتاعنا ده يبقى عامل زي رمل البحر كده، لما يكون الميه عليه طبعا كلنا عارفين رمل البحر بيبقى مندي. كل حبايه من البسكوت لازم تكون متشبعه بالزبده كويس. ممكن اوريكم الملمس، مجرد ما نحس ان هي بتتمسك معانا كده يبقى كده هي خلاص. هنبتدي نحط البسكوت بتاعنا كده ونبتدي نعمله بالشكل ده كده. هندخله بس الفرن ربع ساعه ونرجع نشوف الوصفه بتاعتنا بتقول ايه. كده التارت بتاعنا خرج من الفرن بعد ما حمصناه واخد كده شكل زي ما احنا شايفين. هنحط بقى معاه البلح بتاعنا انصاف كده. احنا كده رصينا البلح بتاعنا، وانا قصده ان هو ما يبقاش على الجناب عشان لما نيجي نقطع التارت. هنحط بقى عين جمل الكميه اللي احنا عايزينها، عشان قلنا احنا مش هنقيد نفسنا، احنا هندخله الفرن 10 دقايق كمان. يعني احنا دخلنا البسكوت ربع ساعة وبعدين هندخل ده تاني 10 دقايق كمان. دلوقتي بقى هنحط المكون بتاعنا الحليب المكثف اللي احنا عملناه، هننزل بيه كده. كده احنا طلعنا الطرد بعد ما عمل وش بالحليب المكثف، مش محتاج غير زي ما قلت لكم 10 دقايق بس مش اكتر من كده. اخد وش والحليب المكثف اتشمع معانا، ونسيبه بقى لحد ما يهدى ويبرد وبعد كده نقدمه وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير.